السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الوصفه اللي تقاسمت معكم كيكه بالكريمه، كتجي رائعه هاد الكيكه وسهله اقتصاديه في المتناول ديال الجميع. نبدا معكم في المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندي في هاد البول 4 ديال البيضات متوسطين الحجم، وكنضيف واحد كيس ديال السكر فاني، وكنضيف رشيشه ديال الملحه، وكاس ناقص اسبوع ديال السكر. ما عمرتش الكاس بزاف، اللي كيبغي الحلاوه يضيف كاس عامر. وكنضيف هذا السكر بدفوعات. المهم كنضيف السكر وانا كنخدم بالطراب الكهربائي. كنخدموها شويه بالطراب، ماشي كنخدموها بزاف بحال اللي كنطلعوا الجينواز. كنخدموا كيكه عاديه صافي. من بعد كنضيف كاس ديال الزيت او كاس الا ربع ديال الزيت، ومن بعد كنضيف كاس ديال الحليب صافي. في الاخير كنضيفوا الدقيق. عندي 200 غرام ديال الدقيق، وعندي 14 غرام ديال الخميره. كنخدم وكنخلط بالخلاط اليدوي كما كتشوفوا معايا، وانا كنضيف الدقيق حتى هو كنضيفوه بدفوعات، وكنخدموا بالخلاط اليدوي حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا. كتكون الكيكه هي هذيك، ما خفيفه ما ثقيله صافي. كنجيب المول ديال الكيكه مدهون بالزبده، وكنفرش له داك، كنديرو غير مع الجناب داك الورق ديال الزبده مدهون حتى هو بالزبده، وكندخلوها للفران كيكون مشعل من قبل سخون. وهذه هي الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران حتى كتحمر. كنقسمها على ثلاثه ديال الطروفه او 3 ديال الدوائر. ودابا كنطلع الكريمه. عندي هنايا كريم شونتيي، كنضيف عليها كاس ديال الحليب يكون بارد مزيان، كان عندي في المجمد صافي. وكنخدم هاد الكريمه بالخلاط الكهربائي مزيان. ومن بعد كنضيف واحد جوج علب ديال الياغورت بيرلي باش كيعاوننا شويه الكريمه مع كريم شونتيي. ما كتكون شويه قليله. المهم راكم عارفين كتكون شي 100 غرام فيها وصافي. صافي طلعت ديك الكريمه. من بعد كنسقي هاد الكيكه ديالي بالحليب، وكنبدا كنضيف الكريمه فوق الكيكه بهذا الشكل هذا. كنديروها طبقات كما العاده، كما كنزينوا الكيكه بالكريمه وصافي. درت الطبقه الاولى كندير عليها الكريمه، رشيتها بشويه ديال الكاوكاو. كديروا كاوكاو او اللوز او الفواكه الا كانت عندكم الفواكه صافي. كندير الطبقه الاولى، ومن بعد كنضيف الثانيه، كنرشها حتى هي بشويه ديال الحليب. ومن بعد كنغطيها بالكريمه، كنمشي المهم نفس الخدمه ديال الاولى كنخدم الثانيه. ومن بعد كنضيف الطبقه الثالثه، كنرشها حتى هي بالحليب، وكنغطي بها الطبقات الاخرين صافي. وكنغطي الكيكه ديالي بالكريمه كما شفتوا معايا. كنغطيوها كامله بالكريمه وكندخلها للثلاجه. ودابا كندير واحد كاناش حتى هو ساهل اقتصادي، او مهم ها نتوما كتشوفوا راه ساهل بزاف. ضفت هنايا 3 المعالق ديال الكاكاو، 3 المعالق ديال السكر، معلقه ديال المايزينا او النشا، ومعلقه او كاس وربع ديال الماء. كنديرو فوق النار وحنايا كنحركو حتى كيعقد. ومن بعد كنحيدو فوق النار، كنضيف له 2 معالق ديال الزيت وشويه ديال الشكلاط، وكنخلطو ديك الشكلاط حتى كيذوب في السخونيه ديال داك الكاكاو وهذا هو الشكل ديال الكيكه ديالي. كيكه ساهله مهله، والتزيين ما صورتوش معكم. المهم التزيين ساهل، اي واحد راه يعرف يزين بالكريمه. وتزيين ساهل التزيين عادي كما شفتوا معايا. وحكيت من الفوق شويه ديال الشكلاط زينت به الكيكه ديالي، ودرت ديك الدميعات بداك الكاناش حتى هو اللي شفتوا معايا، حتى هو ساهل ماهل. وزينت من الفوق بداك الكريمه البيضاء. هذه هي الكيكه ديالي، اقتصاديه بزاف وسهله. انا درتها لهم في الدار، راه ماشي احتفلت براس العام، راه هاد العشيه تمشي، راه ما يبقى حتى ظرف هاد الكيكه. المهم كتجي زوينه اقتصاديه بزاف وكتجي بنينه. كنتمنى الكيكه تعجبكم. هانتوما كما ذكرت معكم راه ما كنحتفلوش براس العام، راه غير درنا كيكه عاديه نشربوا بها كويس ديال اتاي ولا قهوه. وكنتمنى الوصفه تعجبكم. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، وبالصحه والراحه.